السلام عليكم صديقاتي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نهضر لكم ان شاء الله على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، واهم شيء بغيتك تعلميه وتخرجي معلمه من هذا الفيديو هي تكوني فرحانه وتكوني سعيده وتحافظي على توازنك النفسي. انا عارفه ان الحياه عامره بالضغوطات، كاين الخدمه، كاين الدراسه، كاين المشاكل اليوميه، كاين المشاكل الكبار، كاين المشاكل اللي صغار، ولكن الحل ماشي ديما كيكون صعيب. كاينين شي حوايج اللي غادي نقول لك في هذا الفيديو اللي غادي يغيروا من هذا الشيء كامل، هما غير خطوات بسيطه ولكن ما عليك الا الاستمراريه ديريهم كل نهار. شيء غيخليك انك تعيشي في سلام وفي فرحه وفي راحه ان شاء الله. اول حاجه هي فاش يلا كتحلي بيناتك في الصباح، يعني ملي كتفيقي من النوم ديالك ما تبدايش لي نهارك بالتليفون ولا بشي اخبار خايبه ولا بشي حاجه ماشي هي هذيك ولا الهضره اللي ماشي هي هذيك. كي تفيقي بقاي متكي واحد ربع ساعه ولا 10 دقائق، تنفسي مزيان وهضري مع راسك وقولي صباح زوين هذا وغادي دوز نهار زوين، انا معاك نفسي وحتى شي حاجه ما غادي توقع ليك، غندعمك غنحميك. واهم حاجه ديرها هي الشكر لله سبحانه وتعالى وتطلبيه على داكشي اللي بغيتي تحققيه بداك النهار، وتشكري انه خلاك بعدا تفيقي في هذا النهار وتبدايه، تحسي بالامتنان وتحسي بالفرحه وتحسي بالسعاده، وان شاء الله غادي دوز نهارك زوين. فقط ملي تبداي في الصباح بداي بشي حاجه اللي زوينه، ماشي شي حاجه اللي غادا تنكد عليك ولا شي حاجه اللي دازت البارح خايبه وتعاودي تقولها لعقلك. هاد العاده كتبان لك صغيره بزاف ولكن اذا طبقتيها غادي تشوفي النتيجه. انا ما غاديش نكذب عليك حيت انا بيدي جربتها ولقيت عليها واحد الفرحه وواحد السرور اللي عظيم بزاف. تحسي براسك كتوتري، الصمت زفير شهيق، شهيق زفير. هادشي غادي يريحك ويخليك تفكري بطريقه احسن باش انك تصرفي تصرف صحيح، وباش كذلك انك ما تاذيش نفسك وتهبطي المورال ديالك على شي حاجه اللي ما كتستاهلش اصلا في هذه الحياه. والله ما حتى شي حاجه ما كتستاهل من غير الصحه. اهم حاجه هي صحتك الجسديه وصحتك النفسيه، حيت الخطاو كتجوج صافي مشيتي فيها. ثاني خطوه نقطه كذلك بسيطه وزوينه، وهذه معروفه علميا انها كتنقص من التوتر في الحياه، هي الرياضه. ما كنقولش كسيري تدخلي لاصال بقاي تريني من الصباح حتى العشيه، تقدري غير تمشي واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق وانتي كتفكري شي حاجه زوينه وكتهضري مع راسك بطريقه زوينه. ما تدويش مع راسك نهائيا سلبيا، ما تدويش نهائيا شي حاجه انتردي، وتمشي مع راساتك وهضري مع راسك وكاع ديري شي تمارين رياضيه في الدار. ما كانش ممكن انك تخرجي ولا كاع خصك تخدمي الموسيقى ونولي تشطحي مالك، شطحي وفوجي على راسك وخرجي ديك الطاقه السلبيه من الداخل ديالك. هاد الطريقه كتحسن بزاف من المزاج ديالك وكتطلع لك المورال. واحد رابع خطوه هي الصمت بدون شاشات، يعني بلا تليفون بلا بيسي بلا تلفازه بلا حتى شي حاجه، غير 10 دقائق في النهار، غير 10 دقائق ما تفوتيهاش. لا لو جاتك بزاف غير 5 دقائق. حطي في التليفون وارتاحي، تكي في الارض تفرشي حتى شي حاجه من غير ديك الزربيه اللي مفرشه ولا الموكيت الى اخره، تكي في الارض وتصنتي لذاتك، سكتي ما تفكريش اي حاجه تفكري فيها، حسي بها سيبريمي في ديك اللحظه. حسي بذاتك، غتحسي بالاعضاء ديالك كيفاش كيتحركوا، غتحسي بداك الشيء كامل اللي كتحس به ذاتك، وغادي تنوضي مرتاحه ومركزه بخير. غتكوني وحده اخرى، جربيها وردي عليا الخبر في الكومنتير الا ما صدقاتش ليك. خامس نقطه وهي الاخيره، يعني قبل ما تنعسي ملي تبغي تختمي نهارك كتبي اي حاجه زوينه طرات لك في داك النهار. اي حاجه زوينه، الخايبه ما تكتبيهاش، الخايبه اين فوا كتوقع كنديروا لها سوبريمي في البلاصه، كنبقاو عاقلين على داكشي اللي زوين. مثلا في داك النهار جي شي حد عطاك غير ورده على الاقل كتبها، عطاني ورده ولا شي حد ابتسم لك ولا قال لك شي كلمه زوينه، وشكري ربي الله وشكري ربي على هاد النعمه. هاد الاشياء البسيطه اللي غادي تكوني تكتبي كل نهار اللي طراو ليك، وفي نفس الوقت كتبي اشياء اللي تبغيهم يطراو ليك غدا.
غير غدا تفكري لي غير في غدا سيتو. حنا ما عارفينش راسنا شحال غادي نعيشوا، ولكن اللي كتب الله الغدا اشنو بغيتي يطرا. كتبي غير 3 الحوايج سيتو، كاع ما تكتريش ولا اي حاجه بغيتيها طرا غدا. بيان سور ما نقولش كتبي شي خيال علمي، شي حاجه اللي غتقدر توقع في داك لونطوراج ديالك وتكون بيان سور زوينه، ومن غادي تبقى غتحسي بواحد الفرحه اللي زوينه بزاف بحالك. وصلنا نهايه لا فيديو. الو غادي نبغيك تاخدي دابا ورقه وستيلو وتكتبي هاد العادات البسيطه اللي غادي تبدل من حياتك. اول حاجه غنبغيك هي الشكر في الصباح، ثاني حاجه التنفس العميق، برافو، ثالث حاجه الحركه، حركه حيت فيها البركه، رابع نقطه الصمت والانصات للذات، خامس نقطه والاخيره هي الكتابه الايجابيه، كتابه ايجابيه. برافو عليك المجتهده، ثقي بيا. هادشي اللي درتيه كل نهار طبقتيه بالحرف غادي تشوفي واحد الفرق كبير في حياتك. غيبدا التغيير عندك من داك النهار اللي غادي تبداي فيه، شي غتحسي بالتغيير من نفس داك النهار اللي غتبداي فيه. ولا ما حسيتي بوالو ما ديري ما تكمليش في هذا البروغرام ورجعي ندير لي كومونتير وقولي لي ما حسيت حتى شي حاجه، امبوسيبل، حيت غتحسي بالتغيير في داك النهار. كم ساميه، الى عجبك المحتوى ما تنساش انك تخلي ليا كومونتير زوين في حالك. نتلاقاو في فيديو جديد.